عمل على العميد حسام حسن برجالته بجهازه الفني بطولة لأول مرة من فترة كبيرة. الواحد ما يصعدش من بطولة معينة وهو حاسس ان احنا عملنا اللي علينا وقدمنا شكل ممتاز جدا وطلعنا بشكل يعني اكتر من رائع. يعني احنا البطولة دي صاعدين بشكل كويس. ايوه احنا البطولة دي صاعدين بشكل كويس ومقدمين مستوى عالي قوي، مستوى غايب عنك اصلا من زمان جدا. يعني الناس اللي بتطلع تشكك وتقول ان احنا ما عملناش حاجة او ان دي بطوله عاديه او انت كنت بتلعب مع منتخبات ضعيفه، احنا كنا بنلعب مع منتخبات ضعيفه برضه قبل كده في بطولات اقل من كده وكنا بنخسر. ولعبنا كاس عالم بمجموعه برضه مش واو، مش كانتش مميته، وخرجنا مثلا بثلاث هزايم منهم السعوديه اللي ما كسبتش ماتش، مش عارفه تعمل حاجه في البطوله دي. يعني انت طالع بمكاسب كتيره. طبعا طالع بمكاسب كتيره، اهمهم ان انا بقيت بعرف اهاجم على الاقل على منتخبات تقيله، ان انا بقيت شرس، شكل شرس، ما بقتش خايف. انت اتفرج هنا، كنت بتيجي مثلا تلعب بطولات افريقيا، تلعب مع منتخبات بقى صغيره في افريقيا زي الكونغو، زي مش عارف ايه وزي ايه وزي ايه، بتلاقي نفسك واقف في نفس المكان يعني بتشمشم على كوره وتشمشم على لعب. عايز كوره، عايز اشوف انا المنتخب بتاعي بيهاجم، عندي هجوم حلو عايز اهاجم. الكلام ده ما كنتش بتشوفه انت البطوله دي. لا انت شفت حاجات كتير متغيره، شفت جمل، بتلاقي مثلا فاول بيتلعب بطريقه معينه متدربين عليها. الحاجات دي ما كناش بنشوفها. الحاجات دي تحسب للكابتن حسام حسن. راجل عنده غلطات مليون في المية، مفيش حد ما عندوش غلطات. انت يعني اكبر المدربين في العالم عندهم غلطات طبعا، والكلام ده متعارف عليه. لكن الراجل عمل انجاز تاريخي محدش يقدر يقلل منه نهائي، ولا يقلل من المجهود ده، ولا يقلل من اللي احنا وصلنا له ده. يعني واحد منافسن يعني بالشعبيه كده. انت راجل غلاوي وحقود، لان ده انجاز. انت في 3 نسخ قبل كده في كاس العالم انت جايب 5 تجوان. انت في بطوله واحده بس انت جايب ال5 تجوان دول، وبتلعب قدام منتخب زي منتخب ايران. منتخب هنتكلم عنه بقى، منتخب بدني واقف على رجله حلو قوي اكتر منك. منتخب انت اصلا كنت مقلق منه شويه، ان من حته ان البدني بتاعه عالي وان اللعيبه بتاعته قويه جسمانيا وكل الكلام ده. لكن انت النهارده كان عندك اخطاء، كان عندك حاجات كتير، لكن انت عديت بشكل كويس. عديت معاك الكره خدمت، وربنا اراد ان احنا ما نخسرش الماتش ده عشان البطوله الممتازه وعشان مجهودات لاعيبه كتيره جدا في البطوله ادت عملت اللي عليها وزياده. وواحد من نجوم بقى البطولة دي، هو يمكن نجمها الأول من وجهة نظر ناس كتير جدا، هو مصطفى شوبير. مصطفى شوبير اللي على مدار ال3 ماتشات هو كان موجود وحاضر فيهم بشكل كبير جدا ومساهم بأداءات عالية جدا، وده محدش يقدر ينكره. الراجل يعني آخرهم ضربة جزاء، وأنا والله العظيم ضربة الجزاء دي قلت امبارح ضربة الجزاء دي جاية تكمل يعني مجهود شوبير في البطولة، والراجل هيشيلها. وبالفعل شوبير بيروح معاها والراجل بيقف وبيتمركز وعينه على الكرة وبيروح يشيل الكرة بمنتهى البراعة. حاجة يعني ممتازة جدا. حتى كرة الجون الراجل عمل التراي وعمل ردة فعل سريعة جدا على الكورة، لكن التمركز كان ضايع من لعيبة منتخب مصر، فهم قدروا يسجلوا جول. لكن كمباراة إجماليا أنت بدأت المباراة بشكل كويس جدا. بدأت المباراة من أول 5 دقايق بتضغط ولخبطتهم، وبكرة ملعوبة اتلخفن فيها الدفاع، دخل فيها محمود صابر بيحطها كاتم وش رجله فيها. الراجل حط الكرة عدت من ما بين الحارس. جون اول، جون بسط لك الموضوع، جون انت متعود عليه في الماتشين اللي قبل كده. عارف ان المنتخب بيسجل، عارف ان المنتخب مش نازل هيلعب دفاع هيرخم بقى تفضل انت قاعد مستني جون ولا مستني لعبه. لا، المنتخب بدأ بحاجه متعارفه. المنتخب بدأ بجون وده الطبيعي بتاعه. خلاص انت بقيت داخل متأكد ان المنتخب بتاعك هيسجل، ودي حاجه طبيعيه جدا. لكن بعد كده الكوره بدأت تروح لمنتخب ايران، بدأ يمسك الكوره عليك، بدأ يتمركز. طبعا واحده من الغلطات ان انت بدأت بواحد زي عبد المنعم، الراجل باين عليه انه ما كانش جاهز. الراجل نزل، خسرت لاعب مهم جدا طبعا في المنظومه، وخسرت تبديل هيدرك على مدار الماتش طبعا. الكلام ده حصل قدام بقى لما فتوح اتصاب وما لقيتش حد تنزله. فمن البدايه كان الكابتن حسام حسن عمل ريسكات كتير، منهم انه قعد مرموش، وان هو بدأ بمحمود صابر وبدأ بمنعم كمان. فيعني حاجات كتير ريسكات هتعدي، لان احنا النهارده الحمد لله صعدنا، واحنا كده كده صاعدين من قبل. بس انت كنت بتلعب على حته ان انا ما قابلش منتخب جامد قوي في الحته دي. انت يعني امبارح
في 7 دقايق بس انت كنت عمال تتنطط من فرقه، من منتخب لمنتخب، هتلاعب استراليا، لا هتلاعب كوريا، لا هلاعب فرنسا. في 7 دقايق بس انت كنت عملت من منتخب لمنتخب لمنتخب. بس الحمد لله رست في الاخر على منتخب استراليا. منتخب مش ضعيف، مفيش حد بيعدي من مجموعات كاس العالم منتخب وحش او منتخب مش كويس. بس هنقول ان منتخب يعني احسن بكتير بكتير من منتخبات تانية. طبعا بعد كده عندك ان شاء الله لو المنتخب صعد هيبقى في مواجهة بقى مع المنتخب الارجنتيني، وهتبقى دي بقى يعني منافسة كده، هنبقى قاعدين بقى بنشجع فيها منتخب مصر. طبعا انا هشجع ميسي يعني على منتخب مصر. بس اجماليا البطولة انت بطولة ممتازة. هتلاقي ناس بتطلع وتشكك وتقلل وتقول ان احنا لعبنا منتخب عادي، لعبنا منتخب مش قد كده. انت جايب منتخب بلجيكا ده جاي لك في اسوأ نسخه، انا معاك تمام هتعدي. جاي من منتخب نيوزيلندا منتخب مش جامد ماشي، جاي منتخب ايران وحش يا عم انا معاك. بس المنتخبات دي بالوحشه اللي انت بتتكلم عليها وبمستوياتهم وبأدائهم الواقع احسن مليون مره من منتخبات كنت بتلعب هنا في افريقيا. انت كنت بتعمل قدامها اداء اسوأ من كده بكتير، فانت تقيس نفسك كده. انا بقيسش نفسي، انا دخلت البطوله عملت اداء سيء. انت عملت اداء سيء بمين؟ لا انا على امكانيات لعيبتي، انا رايح بلعيبه كلها محليه. لا انا اللعيبه دي طلعت منها حاجه كويسه جدا في البطوله. شفت اداء بيتطور، شفت يعني خطط وحاجات بتتعمل لاول مره الواحد بيشوفها. شفت اداء هجومي ما بنزلش دافع. فدي كلها مكاسب، ودي كلها تخلي الصعود ده صعود تاريخي لحاجات كتير جدا. كأول مرة تصعد من المجموعات وتلعب دور 32. حتى انت النهارده تعال بص من ناحية تانية، ان لو كأس العالم ده اتلعب بشكله الطبيعي اللي هو 32 منتخب وهياخدوا اول وتاني بس، فانت هتلاقي نفسك احسن من منتخبات كتير قوي هم احسن منك. انت صاعد تاني، صاعد تاني بفرق الجونين بس. ان نيوزيلندا بقى مش عارف كانت شاربه ايه في ماتش بلجيكا، كانوا عمالين يعبوهم اجوان. فيعني انت، لا انت كشكل لا انت كويس قوي 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 احسن من منتخبات كتير. وده اللي كنا بنتكلم عنه. انت عندك حاجه ممكن تقدمها حتى لو لعبتك ما بتقدمش الواو، بس انت عندك امكانيات ممكن تعمل من شكل فرقتك حاجه حلوه. وده اللي شفناه مع كابتن حسام حسن البطوله دي والنسخه دي، من اللي انت عرفت تطلع حاجه ممتازه من لعيبه. اتفرج النهارده طقم الدفاع يعني باين عليه الارهاق، باين عليه ان اللعب الكتير. واحد زي منعم النهارده لما نزل، الراجل طبعا لا يلام، الراجل شكله مش جاهز، شكله مش بادئ، لبسك ضربة جزاء. طبعا يعني احنا سيبك من ضربة الجزاء، احنا بنتمنى الشفا طبعا لعبد منعم. وواحد برضو من اللي شايف ان الراجل ده كان هيفيد جدا هو حسام عبد المجيد. الراجل ده كان في الكور العالية وفي الالتحامات وفي الحاجات دي هو يفيدك قوي. فبنتمنى الشفا لحسام عبد المجيد، وكمان يبقى موجود اساسي مثلا في ماتش استراليا ولا حاجة. لكن اجماليا انا بكلمك على الملعب كله، عندك من اول شوبير، فتوح، هاني، ياسر بقى، ورامي وكل طاقم الدفاع، منعم، بحسام، بحمدي فتحي. حتى نص الملعب بتاعك مهند لاشين وامام ومروان عطية ومحمود صابر اللي نزل وسجل. طقم هجومك بقى بزيكو، بصلاح، بمرموش، بتريزيجيه، بحمزة، بالناس اللي قاعدة بره. كل دول عملوا بطولة ممتازة. كل دول طلعوا يعني حاجه احنا ما كناش بنشوفها، وطلعوا اداء احنا ما كناش بنشوفه. فدي حاجه تتحسب للكابتن حسام حسن وتتحسب للعيبه اللي محدش فيهم كسل في اي حاجه. طبعا احنا عارفين ان عقليه اللاعب المصري هي لما يكون ضامن حاجه او ضامن صعود او ضامن مكسب الموضوع بيقل عنده جامد. وده اللي شفناه النهارده في ماتش ايران، ما كانش احسن حاجه. يمكن ده اوحش ماتش مثلا في الثلاث ماتشات كلهم. ماتش بلجيكا انت كنت عامل اداء عالي قوي. برضو الكابتن حسام حسن عمل كام لخبطه كده برضو في التشكيله، حتى امام عاشور ناحيه الشمال ولا ناحيه اليمين، ولعب نزل صلاح تحت، وبدنا نشوف ناس بتزيد. فانت كتر التغيير دون لعله عسى مثلا يكون في الراجل في دماغه فكره معينه مثلا عايز يطبقها في الماتشات الجايه. فبنتمنى يعني كل الدعم لمنتخب مصر، وكل التوفيق، وكل الدعم للمنظومه الناجحه، مع عدم التقليل من اي حد. منتخب عمل اداء ممتاز. انت عارف شكلك في كاس العالم، حتى لو انت كنت متوقع ان انت مثلا تعدي او دي مجموعه سهله، بس انت عارف السيناريوهات بتاعتك اللي بتحصل دايما في كاس العالم، وعارف ان انت دايما الكوره ما بتجيش معاك وما بتخدمكش. فلا انا المره دي عرفت بقى اخلي الكوره
يعني ايه تقف معايا، شافت لعب وشافت المجهود اللي انا بقدمه، فالكرة خدمتك، والكرة دايما بتخدم اللي بيخدمها وبيديها. فانت النهارده شكل كويس جدا، بطولة اجماليا ممتازة جدا للتاريخ. صعود النهارده لاول مرة بتعدي من دور المجموعات بعد 3 نسخ قبل كده كان شكلك فيهم مش احسن حاجة. خلاص حتة حتى لعنة الكابتن مجدي عبد الغني والجون بتاعه اللي كان مصدعنا بيه من 800 سنة. فمع احترامي لأي حد بيحاول يقلل من مجهود منتخب مصر ومن الإنجاز اللي أنت عملته، إنجاز تاريخي، ده حاجة تاريخية هتفضل مذكورة لك. أنت ما عملتش الواو، بس أنت بالنسبة لشكلك المعتاد وببطولاتك المعتادة في كأس العالم بالذات، لا أنت عملت الواو وعملت إنجاز تاريخي. يمكن بعد كده ربنا يكرم وبعد كده يبقى شكلنا احسن، يبقى عندنا محترفين اكتر والدنيا تبقى احسن معانا، لكن لحد كده انت عملت انجاز تاريخي وانجاز للتاريخ. فمليون مبروك لمنتخب مصر، ومليون مبروك للشعب المصري كله، ومبروك للعيبه اللي عملوا بطوله ممتازه باستثناء الماتش الاخير ده. باين الارهاق وباين ان هم خلاص خدوا حته ثقه زياده في نفسهم شويه، ان انا خلاص صعدت ومش محتاج اعمل اي حاجه، وبرده حصل كام حاجه في الخطه. فمليون مبروك لمنتخب مصر طبعا، ومليون مبروك للشعب المصري كله تاني. ويعمل بقى لايك واعمل اشتراك لو فضلت قاعد لحد هنا، وسلام.